بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في فيديو جديد. النهارده هنعمل قرص للفطار بدقيق الذره والقشطه والجبنه بطريقه سهله ان شاء الله هتعجبكم. يلا مع بعض نقول المقادير. معانا كوبايتين دقيق ذره اصفر وكوبايه دقيق ابيض، وهنحط عليهم ذره ملح، ومعانا نص كوبايه قشطه، وهنحط عليهم 100 جرام جبنه قريش من غير ملح، معلقتين سمنه، وهنحط القشطه والسمنه والجبنه على الدقيق ونبسهم مع بعض. بعد ما قلبنا المكونات كلها مع بعضها هنحط عليها القشطه باللبن، ونقلب الخميره مع ميه دافيه ومعلقه سكر، ونحطها على العجينه ونشربها. معلقه زيت على الوش ونسيبها ترتاح 10 دقايق، وبعد كده هنقطعها. بعد ما العجينه ارتاحت هنقطعها. بعد ما قطعنا الكميه كلها هنفردها السمك اللي انت تحبيه، هنحطها في السمك. هنعمل واحده كمان. وبعد ما خلصنا الكميه كلها دهنا الوش بالقشطه واللبن، وهنسيبها تخمر ساعه، وهنحطها في الفرن على درجه حراره 200. وبعد نص ساعه طلعنا القرص من الفرن وسيبناها بردت على الصينيه وقدمناها. ان شاء الله هتعجبكم، وبالهنا والشفا.